السلام عليكم. من أجمل وأروع الأشياء اللي وصلتني من خلال فيديو في التلفون هي رسالة صادقة من القلب من طفلة يعني مقاومة وبطلة من بطلات غزة. هذه الرسالة أنا ما راح أتكلم، خلونا بس نشوف شنو الرسالة وبعدين نعلق. بسم الله. يسعد مساك عمو داود حسين، كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. انا ريتال من غزة. ما بتصدق كيف فرحت كتير لما بشوف فيديوهات دعمك لنا ولغزة. هذا الشيء بيعطينا دافع كبير وبيخلينا اقوى. سمعت انه عندكم اعتصام، لازم مفاتيحكم يوم الجمعة في الكويت لدعمنا. بتمنى من الكل يحضر ويوصل صوتنا، هذا الشيء بيساعدنا كتير. تحياتي لك عمو داود، وان شاء الله بتخلص الحرب نلتقي في فلسطين حرة من البحر للنهر. باي حبيبة قلبي، باي يا بابا، باي. يا الله، يعني الواحد ما يدري ايش عنده، ساعات الواحد ينربط لسانه ما يدري ايش يقول. بس انا اشكر رب العالمين الحمد لله اللي اعطاني هذه الفرصة من خلال فريق العمل ان نوصل صوتنا لاطفالنا في غزة. نقول لهم ان احنا معاكم، نقول لهم نحن يا اطفال غزة لا ننام، قلبنا معكم، هواء تحت الركام. بنتي ريتال حبيبتي، يعني شكرا لكلماتك، انت بطلة، وانت وجميع الاطفال، كل الاطفال اللي استشهدوا، كل الشهداء، كل الجرحى الله يشافيهم ويحفظ البقية يا رب. ووعد ان شاء الله يا بابا، وعد يا حبيبتي، وعد يا بنتي، انه انشودة النصر بإذن الله مع فريق العمل عن قريب راح نغنيها لكم وراح نهديها لكم إن شاء الله. يعني أنا جدا سعيد إن قدرنا نوصل ما هو في القلب ووصل إلى القلب مباشرة. ولكن في ختام يعني هذا الفيديو الجميل اللي صنع يوم جميل بالنسبة لي، إن كان في روح التفاؤل شفته عند بنتي وعند بقية الأطفال يا رب إن شاء الله. أحب أقول لكم إن في تجمع يوم الجمعة بعنوان جهزوا مفاتيحكم. ويعني هذه الحملة تكون تحت عنوان لا هدنة إنما تحرير، لا هدنة إنما تحرير. عاشت فلسطين. داود حسين.